انت كده كده هتراكم. ايوه لازم هتراكم. والله اللي قالك ما راكمش ده كذاب وبيشتغل. هتراكم. حاسس ان انا نسيت اقول حاجه. هتراكم. السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ الاخبار الجي بي اي اكيد سمعت عنه الفتره الاخيره، بالذات لو كانت كليتك جي بي اي مش نسبه مئويه. بس انا مش جاي النهارده اكلمك ازاي بيتحسب وكده، عشان في فيديوهات كتيره على اليوتيوب بتعلمك ازاي تحسبه، هو موضوع بسيط يعني. وهسيب لك فيديو الدكتوره سحر بتقول لك فيه ازاي بتحسبه. النهارده جاي نتكلم انك ازاي تجيب جي بي اي عالي باقل مجهود يذكر. عندنا في هندسه اللي بيجيب جي بي اي 3 بنعتبرهم الناس التقيله والدحيحه. طب الناس اللي بتجيب 3 ونص و3 و7 و3 و9 فيما فوق نعتبرهم ايه؟ ناس عباقره يعني ما بيقوش من على الكتاب، بيحضروا كل المحاضرات. بص هو مش شرط ابدا، والله انت بشويه مذاكره وتنظيم وقت تجيبهم باسهل مما تتخيل. عايزك بس تسمي بالله وتصلي على النبي وقهوتك وتعالى. اول حاجه لازم تكون علاقتك بربنا كويسه، وده مش في الدراسه بس، ده في حياتك عموما. كان في صوره كده بتقول لك ان مجهودك صفر وتعبك صفر وعلاقاتك صفر وخبرتك صفر، وكل ده صفر لحد ما يجي توفيق ربنا، وهو الواحد اللي بيتحط على يمينه كل الاصفار ديت عشان بيخلي اليوم قيمه. فانت من غير توفيق ربنا ليك مش هتقدر تحقق اي حاجه في حياتك. تاني حاجه وهي رضا اهلك. طبعا هتقول لي انا عارف الكلام ده وحافظه، انا مش عايزك تكون عارفه، انا عايزك تكون مقتنع بيه من جواك عشان هو حقيقه بجد. وتالت حاجه وهي انك تراكم. ايوه يا عم كده راكم محاضرات اسبوع 2 كده على الاقل. قبل ما تقفل الفيديو وتقول ده مجنون، استنى تعالى افهمك. دلوقتي هناخد مثال على هندسه القاهره. انت ممكن تكون كليه تانية او جامعه تانية اصلا، بس انت تاخد نفس الكونسبت وتطبقه عليه في جامعتك باختلاف التوقيت. النظام عندنا في هندسه القاهره ان انت عندك كوز 1 في الاسبوع الخامس، والميد تيرم في الثامن، والكوز 2 في ال11، والفاينل في ال15. طبعا ممكن يحصل تغييرات بسبب الاجازات وكده، بس ده المثال اللي احنا هنشتغل عليه. اول 3 اسابيع انت داخل بكل نشاط وحيويه، ممكن تكون بتذاكر المحاضره اصلا قبل ما الدكتور يشرحها. فتيجي بقى في الاسبوع الرابع بينزلوا اعلان كويز 1 ان هو هيكون في الاسبوع الخامس، وغالبا في اغلب المواد بيكون على محتوى اول 3 اسابيع. فانت دلوقتي قدامك تو اوبشن، اما انك تذاكر محاضره الاسبوع الرابع وما تراكمهاش عليك وتحل عليها، وتيجي في الاسبوع الخامس ليله الكويز بس تحل ايه؟ امتحانين من السنه اللي فاتت، او انك تراكم. وده الاختيار اللي انا بحبه. تراكم بقى ازاي؟ ان انت ما تذاكرش محاضره الاسبوع الرابع في الرابع، انت تسيبها دلوقتي وتيجي في الاسبوع الرابع تمسك اول 3 محاضرات انت اخدتهم. طبعا انت اخدتهم وسمعتهم وحليت عليهم كويس، بس مش كويس قوي يعني ما ظبطتهمش قوي. فتيجي في الاسبوع الرابع تمسك ال3 محاضرات ورا بعض ومع بعض وتحل عليهم كويس جدا. حلو، طب انت كده رقمت المحاضره الرابعه عادي جدا، بحيث انك تيجي في الاسبوع الخامس ليالي الكويزات تكون بتحل على الدروس او ال3 محاضرات دول للمره الثالثه، مره لما انت سمعتهم والمره الثانيه في الاسبوع الرابع كنت مركز عليهم، وليالي الكويزات، بحيث انك تخش الكويز هادي ومطمئن انك حليت كويس جدا وتخش ان شاء الله تجيب درجه كويسه. طب كده محاضرات الاسبوع الرابع اتراكمت، وبرضه محاضرات الاسبوع الخامس اتراكمت، بس انت جبت درجه كويسه في كويز 1. تيجي بقى في الاسبوع السادس معاك محاضرات الرابع والخامس والسادس بيبدا اهو هيتراكموا. تحاول على قد ما تقدر ان انت تذاكر محاضرات الرابع والخامس. حلو، هتيجي بعدها في الاسبوع السابع ممكن تكون ما خلصتش الخامسه مثلا. في الاسبوع السابع بقى هينزلوا لك محتوى الميد تيرم اللي هو هيكون في الثامن. تعمل ايه؟ تشوف المحتوى هيكون على ايه. غالبا هيكون مثلا على اول 5 محاضرات اللي انت المفروض تكون ذاكرتهم. لو لسه في اي محاضرات داخله في الميد تيرم انت ما ذاكرتهاش تذاكرها، وبعد ما تذاكرها يبقى لسه لك حوالي 4 أو 5 ايام في الاسبوع السابع. فلو مثلا انك تذاكر سبت وحد مثلا او 2 كمان المحاضرات اللي لسه، وباقي الاسبوع تحل على محتوى الميد تيرم في كل المواد بحيث انك تكون جاهز له، عشان انت في اسبوع الميد تيرم امتحان السبت من 9 ل 11 او ل 12 ايا يكن، بتروح من 12 تعبان يا دوبك بس تحل امتحانين كده، وتاني يوم تبدا الرحله تاني. بيبقى اسبوع ضغط جدا، بس الميزه فيه ان انت ما بتاخدش فيه محاضرات. تخلص الميد تيرم ان شاء الله تكون جايب درجات كويسه، ودرجات عندنا في هندسه القاهره بتطلع بسرعه. يجي الاسبوع التاسع، طبعا بدات دلوقتي الاسبوع التاسع وانت على الاقل مراكم محاضره الاسبوع السابع، وقلت لك في الميد تيرم مفيش محاضرات، والاسبوع التاسع هيبدا بمحاضرات. فانت تتجدعن في الاسبوع التاسع وتحاول تذاكر في المحاضره السابعه والتاسعه على قد ما تقدر. طبعا لو لسه حاجه في السته فانت يبقى متهزر يعني، بس تحاول تتجدعن انك تذاكر محاضرات كويس جدا في الاسبوع ده. هيجي الاسبوع العاشر هينزلوا لك تاني اعلان كويز 2 اللي هو في الاسبوع ال11، وان هو غالبا هيكون على المحاضره السته والسابعه، ممكن السابعه والتاسعه برضه. الاسبوع ده تعمل زي اللي عملته في كويز 1، ان انت تلم المحاضرات اللي لسه وتبدا تحل عليهم كويس جدا وتراكم محاضره في الاسبوع عادي. فانت خلاص في الاسبوع العاشر بقيت جاهز لكويز 2. تيجي كويز 2 في الاسبوع ال11 ليالي الكويزات تحل فيها برضه على الكويزات بحيث انك تكون متاهل ليها كويس. تيجي ان شاء الله تحل في كويز 2 كويس وان شاء الله تجيب درجه كويسه، وما عادش يفضل قدامك الا عقبه الفاينل. انت دلوقتي خلصت ال 11 بدانا في ال 12، طبعا انت بقى دلوقتي داخل الاسبوع ال 12 ما شاء الله، ورقم التاسعه والعشره وال11 وال12 هيبدا كمان اهو. بس بص
كل المواد ما بتخلصش في نفس الوقت، يعني في محاضرات مثلا لحد الاسبوع ال 12 وتخلص، ممكن محاضرات لل 13، فمش كل المواد قد بعضها. المهم فانت معاك الاسبوع ال 12 وال 13 تحاول على قد ما تقدر بقى تخلص المنهج، ما عادش فاضل الفاينل، فتحاول تخلص كل المحاضرات. طب ما لحقتش، تبدا في كذا يوم في الاسبوع ال 14 برضه تخلص بقيه المحاضرات، وتكمل بقيه الاسبوع ال 14 تمسك كل يوم ماده. ده الطريقه اللي كنت بحبها، ان انا مثلا امسك يوم الاحد احل كل طول اليوم على الفيزياء، امسك يوم الاثنين طول اليوم ستاتكس، وهكذا. يخلص الاسبوع ويبدا بقى ايه الفاينل. الفاينل غالبا بيكون من اسبوعين لثلاثه، بيكون يوم مثلا ويومين اجازه، يعني مثلا حد ثلاث خميس، حد ثلاث خميس، وهكذا. فانت يا دوبك عندك يومين قبل كل امتحان، طبعا عشان تحلل كويس قبل كده، وكل المحاضرات اللي كانت قبل كويز 2 وحتى بكويز 2 انت مذاكرها كويس جدا وحالل عليها مره واثنين وثلاثه، فانت الموضوع بالنسبه لك هيكون بسيط، عكس ان انت ما بتراكمش المحاضرات وكل اللي انت عايزه انك تخلص المحاضرات بدري ومش حالل كويس على اللي فات، ودي بتعمل مشاكل لناس كتيره. فانت دلوقتي في الفاينل كل يوم قبل يومين تحاول تظبط ان يوم تسمع كل المحاضرات او تراجع على الشرح، واليوم التاني تحل بس، عشان طبعا اهم حاجه انك تحل وتحل كتير جدا، عشان اهم حاجه السرعه والدقه. تمام، ان شاء الله تخلص الفاينل وانت مرتاح وكويس جدا. وعايز اقول لك على حاجه برضو، مش معنى ان انت بذلت مجهود كبير ان انت لازم تجيب درجات عاليه، دي في الاول وفي الاخر توفيق ربنا. ممكن في ناس بذلت مجهود اقل منك بس ربنا وفقها وان شاء الله تجيب درجات اعلى. فكره بس ان هو كان داخل متوفق، داخل هادي مطمن، بالصدفه شاف نفس الاسئله او نفس الافكار قبل كده فحل كويس. طب دلوقتي هل الكلام ده صح ولا غلط؟ انت ممكن تتفق او تختلف معاه وده حقك، بس انا قلت لك في الطريقه اللي هي نفعت معايا جبت بيها مجموعه، يعني الحمد لله كنت جايب جي بي اي بالطريقه دي. وطبعا هو الموضوع نسبي بيختلف من شخص لاخر، ممكن في شخص مثلا بيخاف ان هو يراكم، ممكن في شخصيه اصلا بتذاكر كتير ومجتهده جدا فما شاء الله عندها وقت ان هي تحل وتحضر المحاضرات وما تراكمهاش. انا كنت بنقل لك تجربتي اللي انا كنت مقتنع فيها، ان انت تحل وتجهز للامتحانات اهم من ان انت تذاكر المحاضرات اول باول. اكتب لي في كومنت شايف الطريقه دي صح ولا غلط، ولو انت عديت من اعداد هندسه يا ريت تشاركنا بتجربتك في الكومنتات، ومع السلامه.